الكهرباء رجعت تقطع تاني. والحقيقة ان انا اساسا بصور الفيديو ده والكهرباء قطع في البيت عندنا. فالحقيقة انا كان عندي شوية استفسارات، يعني حابة افضفض معاكم شوية يمكن نفهم من بعض حاجة يعني. المعروف ان كان في خطة لرفع الدعم عن الكهرباء نهايتها 2025، بس بسبب الظروف الاقتصادية اللي حصلت تم تأجيل رفع الكهرباء في يوليو 2022، وتم تأجيل رفع الكهرباء في يناير 2023، وتم تأجيل رفع الكهرباء في يوليو 2023 اللي هو احنا لحد آخر 2023 أول 2024 كنا بندفع كهرباء بأسعار يوليو 2021. عارفة إن دعم الكهرباء بيكلف الدولة 12 مليار جنيه. انا عارفه ده كويس قوي، وعارفه ان كل كيلو وات بيكلفنا 20 قرش دعم. يعني انا واحده بذاكره. فانا جاي اتوجه بس للحكومه بكام سؤال. هل ما عندكش مورد تاني توفر بيه آه العمله الصعبه غير قطع الكهرباء؟ انا عارفه انت ممكن تبقى محتاج قطع الكهرباء ده عشان توفر الغاز بتاع محطات الكهرباء فتصدره فيجي لك عمله صعبه. انا بس مجرد ان انا بفكر معاكم بصوت عالي مش اكتر. انا ما بدفعش ثمن الخدمه كامل، انا باخدها لسه مدعومه لحد دلوقتي. طب هل ممكن تطلع تصارحنا ان مثلا وجود 9 أو 10 مليون ضيف زيادة على مصر بيمثلوا حمل وتقل على شبكة الكهرباء وشبكة البنية التحتية عموما؟ هل ده ممكن تطلع تقوله لنا؟ هل ممكن تقولي ان انت قننت اوضاعهم كلهم وان كلهم قاعدين في مصر بشكل رسمي وان هم بيدخلوا عملة صعبة للبلد لانهم بيدفعوا اقامتهم بالعملة الصعبة؟ طب هل ممكن تقولي مثلا ان دعمك للكهرباء ده وانك اضطريت تمد خطة الدعم بدل ما تخلص في 2025 تخلص في 2028، وانك مش عايز تزود على كاهل المواطن المصري زيادة اسعار الكهرباء دلوقتي؟ هو ده السبب ان انت بتقطع لك ساعتين في اليوم؟ ماشي، انا بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه، يعني انا مش عايز اكذب في الموضوع ده. انا مش فارق لي انك تقطع من 11 ل 5 العصر. انا ببقى في الشغل وبالتالي 50 60% المفروض من الشعب المصري بيبقى في الشغل. لكن هو السؤال، هل انت عامل ده لفتره وبعد كده هترجع تقطع بالليل بعد الامتحانات ما تنتهي مثلا؟ يعني انت ممكن تكون مراعي ظروف الامتحانات والمذاكره فبتقطع بالنهار، وهنيجي بقى لما الصيف يشد والحر يشد هتقطع لي الكهرباء بالليل؟ انت كنت قلت ان هي هتبقى ساعه، ليه بقت ساعتين؟ ما هو انت لازم تطلع تصارحنا وتتكلم معانا يعني. احنا هنستحمل. انا زي ما بقول لك انا الساعتين مش فارقين معايا، ولو دول تمن لحاجه تخص البلد وحاجه مهمه للبلد انا ما عنديش مشكله خالص ان انا ادفعهم. ساعتين قطع كهرباء مش هم دول اللي هيحيوني ولا هيموتوني. بس اطلع اتكلم معايا وما بقولكش تتكلم في اسرار. يعني لو انت في حاجه معينه شايفها بتحصل في المنطقه مقلقاك فانت مضطر تعمل احتياطي معين، بيس يا مان، ما بقولكش اطلع قول لي حاجه زي كده. بس ريحنا، ريحنا نريحك. يعني قول لي يا جماعه انا متحمل مثلا دعم كبير دلوقتي للكهرباء فمعلش استحملوني الساعتين دول. قول معلش يا جماعه مثلا انا محتاجه عمله صعبه دلوقتي ومحتاجه ازود الاحتياطي بحجم معين عشان في تحديات معينه فمحتاجه ابيع الغاز. اطلع ريحنا، نريح بعضينا. لما اترفع الدعم عن البنزين بشكل كامل قلنا مفيش مشكله انه يترفع، احنا اصحاب العربيات واحنا اللي بندفع ده، وما يتحملوش ناس تانية. يعني ما بقاش معايا عربيه وتديني دعم، انا لا استحق، انا لا استحق. لو انت شايف حاجه قولها لنا، بس ما تسيبش الناس تقعد تضرب اسداس في اخماس وتسيب الناس زعلانه وتسيب الناس غضبانه. الساعتين مش قصه، الساعتين مش حدوته، بس مع الحر لما يزيد ولو نقلناهم بقى بالليل الدنيا هتبقى مش لطيفه. فنرجو من الساده الحكومه اطلعوا اتكلموا معانا، ادونا تفسير. انا مقدره جدا ان ممكن يبقى عندك حاجه، عندك اسبابك، لان مفيش برضو بالعقل، برضو انا لما فكرت فيها مفيش حكومه هتصحى الصبح ترازي الناس، مفيش حكومه هتصحى الصبح تقلل شعبيتها، مفيش حكومه هتقوم الناس عليها من الباب للطاق. اكيد عندك اسبابك يا سيدي. ادينا اسبابك، ادينا مده، قول لنا هنملك امتى رفاهيه ان احنا يبقى عندنا كهرباء ما بتقطعش. بس كلمنا، لغينا، ما تسيبناش كده. رجاء، رجاء شخصي يعني.